انا كنت حلو وكويس قبل ما اتنيل واتجوز. انا كنت باشا ومأنتخ، دلوقتي مبهدل ومفلس. يا عين على الحلو اللي بتبهدله الايام. انا ايه اللي عملته في نفسي ده؟ لست وحدك من فعلها. مينفعش طب ارجع في كلامي؟ من غيرك اشطر يا ابني. حاسك مبسوط مش عارف ليه. فكرني بمرحلة الصدمة، كنت زيك كده وياما غنيت. وانت دلوقتي في مرحلة ايه؟ اللامبالاة. يا ترى مبسوط في المرحلة دي؟ قمة الانشكاح. انا هوصل للمرحلة دي امتى؟ انت لسه المشوار قدامك طويل يا حبيبي. مفكر اللي انا وصلت لها بسهولة؟ لا، ده بعد معاناة. يعني مينفعش اوصل لمرحلة اللامبالاة على طول؟ لا، ده انت لسه هتعدي على مرحلة المفاوضات. بعد مرحلة المفاوضات هتخش على مرحلة المناقشات. بعد مرحلة المناقشات عندك مرحلة الاعتذارات. تخلص الثلاث مراحل دول هتخش على مرحلة الشكاوي والاقتراحات. تخلص من مرحلة الشكاوي والاقتراحات هتدخل على مرحلة الغضب والانفجارات، ودي أصعب مرحلة. مجرد ما هتخلص من المرحلة دي هتبقى انت كده في عنق الزجاجة. بعدها على طول هتستعد نفسيا لمرحلة اللامبالاة. تتعب شوية في الأول بس هترتاح بعد كده. نهار اسود، انت مريت بكل المراحل دي؟ ليه يا ابني؟ هو أنا بقيت أستاذ من شوية؟ يعني ده جزاتي ان انا قلت اتجوز واكون بيت واسرة؟ هما بيحسبوها زينا يا زموليكس. امال بيحسبوها ازاي؟ الست من دول أول ما تتجوز بتبتدي تجيب ورقة وقلم، تحسب وتكتك وتخطط. اتخطط ليه؟ هتجرفك ازاي، هتخنقك ازاي، تعكنن عليك ازاي، تربطك جنبها ازاي، وكده يعني. ايوه اكيد، بس مش كل الستات كده. اكيد طبعا، بس الشوية القليلين اللي انت معشم نفسك ان حظك هيطلع منهم خلصوا من زمان يا زموليكس. مش موجودين، انقرضوا. السواد الحلال. العموم انت الفترة دي محتاج تاخد مناعة وتناحة ايه تاني؟ من الكلام اللي هي هتقولهولك عشان تمنعك من ممارسة حياتك الطبيعية. خليك تشعر بالذنب. امال ايه كده اصلا؟ متحاولش تفهمها، لأن هما دول تركيبة عجيبة محدش معاه الكتالوج بتاعهم. اعتبر نفسك في حلقة ملاكمة. مش مطلوب منك انك انت تهاجم، مطلوب منك انك انت تدافع عن نفسك. انا ابيض، هو الموضوع كبير كده؟ وما عملتش كده هيحصل لك زي ما حصل لعبد الشكور. مين عبد الشكور ده كمان؟ واحد صاحبي ما تعرفوش، مفكر نفسه لعيب وهيسد معاهم، ودلوقتي في السرايا الصفرة. عبد الشكور كان ماشي بمبدأ اشتكها وحبها يمكن في يوم تديك ورثها. بياخدها على جد عجلها، كانت تقوله هات كان يجيب لها، كانت تقوله فسحني يفسحها، وكان على طول يطبل لها. في ليلة من الليالي عبد الشكور احتاج لها، فكرش لحظة قبل ما يروح لها. دخل الأوضة وقال لها حبيبتي أنا مزنوق وعاوز 2000 جنيه سلف. امشي ياض، اطلع بره. عين عليك يا عبد الشكور. الله يمسيه بالخير، كان مفكر نفسه مسيطر. وعامل ايه دلوقتي؟ لا، هو الحمد لله في مكان أحسن، مبسوط ومزاجه 100 فل و14. يا عب شكور، هتسمعنا ايه النهارده؟ فرط وفسي ودلع في نفسي ودخن في بيتنا كمان، جيب ذكرياتي وعيش حياتي واطير زي سوبرمان. بنشكركم مشاهدينا الأعزاء على متابعة القناة، وبنقول لك ما تنساش تضغط لايك، تشترك في القناة، تفعل زر الجرس.